صار في البلد. طيب ليش الحكومه ما ركضت عقب الحل وجابت افضل الاطباء وقالت دائما تقول البرلمان يعيقنا في الخدمات الصحيه والتعليم وباقي مناحي الحياه، ليش ما جابت افضل اطباء واعظم الدكاتره العالميين وقالت تعالوا هذه لكم يا شعب تعالجكم؟ والاطباء ذيلي قاعدين يشتغلون بالكويت. ادفع له بدل 5000 وال 10000 50000 شهريا. والاطباء ما عندهم التزامات هذه خارج الكويت، بس فاضيين هم تتفق وياهم. اسمح لي، فاضيين ينتظرونك انت تستدعيهم يجون يشتغلون عندك. هذا يستدعى توني بلير. الاستشاري يا طال عمرك، الاستشاري ما تستدعيه يجي الكويت يصل الصبح وينظر بالحالات ويغادر المساء، عنده التزامات اخرى. لا، ما في مجال مقارنه بين هذا الوضع بين هذا الوضع. ليش ما تشعرني الحكومه انها معي انا كمواطن بسيط؟ نعم. انا ترى هني انا ماني جاي ادافع عن الحكومه. انا عارف لا انت تؤيد يعني اصدارها المرسوم وفق الماده 71. انا اقول ليش ايضا ما يصدر مرسوم اخر؟ نعم. انه والله يا شعب حكم علينا، ترى المجلس هو اللي عاقنا. طيب الان احنا راح نجيب لكم افضل الاطباء، افضل الاستشاريين، على الاقل نبدي حسن النيه ونقول بنروح نرسل خبرائنا يدورون لنا افضل الاطباء لنتعاقد معهم، ومهما كلف الامر سندفع. انت بعد بسالك سؤال. لو جبت احسن مستشارين واحسن اطباء من العالم جبتهم الكويت، طيب، وجو نظروا لحالات، تعتقد ان المريض حيقتنع؟ المريض عندك في المستشفيات الكويتيه حاليا المريض يقتنع لو طب شعبي يا شيخ، بس عطى طبيب. اسمح لي الله اكبر، ما في اطباء بالكويت؟ عندنا من امهر الاطباء بالكويت الاخصائيين. لا شيخ مو امهر ابدا. لو اعطيك امثله مني للحلقه الجايه. هل الاخطاء اللي تحصل في المستشفيات هذا تحصل في كل مستشفيات العالم؟ في نقص؟ نعم. ما شوف، انا قلت لك ماني جاي ادافع يعني. اوكي. قضيه في نقص، في مشكله في كل ما يتحدث عنها. 3 قضايا اصبحت يعني ملحه في البلد: قضيه التعليم وقضيه الصحه وقضيه الاسكان. هذه نسمعها مكرر. قضيه الصحه نسمعها مكرر. طيب. لكن انك تجي والله موجب ماده 70 انك تجيب والله استشاريين بالفتره هذه، اعتقد ان وزاره الصحه استطاعتها تتصل بالاستشاريين ويجون، بس ما يحتاج قانون اصلا، يعني ما يحتاج قانون تروح ملزمه فيه علشان والله تقر بقانون حسب ماده 70 كمرسوم ضروره. كان بامكانه ايضا يعني وزير الصحه باستطاعته، وكيل وزاره الصحه باستطاعته في ميزانياته الموجوده ان يجلب اي مستشار. لا مو باستطاعته شيخ. ليس انه ما راح تعطيه مجلس الخدمه المدنيه، ما راح يعطيه موازنه، ما راح يسمح له بان الطبيب ياخذ اكثر من 15000 دينار الا بطلعه روح. كدائم قصدك او كيجي كدائم عطى 50 عطى 100000. ما جبنا يا اخي دائمين احنا. لا نجيب دائمين. جبنا دائمين. جبنا اعطيناهم رواتبها مثل هذه. موجودين جراحين بعض قلب. طلع يقول الوضع الاداري في الكويت سيء، هناك عداء. احد يبي يشتغل. يعني شوف يعني انا اسمع، الاداره في الكويت سيئه جدا شيخ. أنا عشان ما ندش في تفاصيل. معاك ما اختلف معاك. اداره سيئه معاك، ما اختلف معاك. شغل حفار وما حفار. احمد ما اختلف معاك. اداره سيئه، اداره سيئه ما فيها خلاف. جميل. انت تتكلم عن استشاريين، اقول لك يعني باستطاعتهم يجيبوا استشاريين، ما في مشكله. هذه الوكيل اي جهه بوزاره الصحه تستطيع ان تجلب استشاريين ما تجيبهم، تستطيع، لكن ما. لكن موضوع اخر، هذا موضوع اخر اسال في وزير الصحه مختص. عشان ما ندش في نعم. تفاصيل. دعنا نتحدث، احنا تحدثنا عن المال والاقتصاد والسياسه، دعنا نتحدث عن الدين والسياسه. انت تسمي المتدينين الساسه عاده تطلق عليهم لقب المتاسلمين، ونظرتك دائما متشائمه، خلينا نقول متشائمه تجاه مستقبل البلد في ظل وجود او سيطره التيارات الإسلامية. هل يطالب الشيخ سعود بعلمنة الدولة؟ ما في شيء اسمه علمنة الدولة. أنا أؤمن بشيء واحد: فصل السياسة عن الدين. هذه العلمنة، هي العلمنة. لا مش علمنة، فصل السياسة عن الدين. المصطلح مرفوض ما في مشكلة. لأنه طال عمرك في عندنا الدستور احنا، والمادة الثانية من الدستور واضحة. مصدر التشريع يعني أحد المصادر التشريع هي الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. نعم. لا مش المصدر، مصدر رئيسي للتشريع، واللي كانوا يطالبون بإضافة 1000. لذلك احنا الحديث عن الموضوع هذا فصل السياسة عن الدين. يعني احنا مش علمانيين، ما اعتقد ان علماني دستورنا. دستورنا في المادة الثانية وضع الأسس. الكويت دولة إسلامية واضحة ما فيها يعني علمانية. فلذلك احنا ما نريد نتدخل الدين في كل صغيرة وكبيرة مع في المعيشة اليومية للأسرة الكويتية. يعني جيتني أنت منعت الاختلاط في الجامعات. طيب بأي حق تمنع الاختلاط؟ يا أخي انشئ جامعات أو كليات النساء. هذه بوجه سؤال لك. على أي أساس وافقتوا أحمد الربيعي رحمة الله عليه؟ احنا كان وزير.
احمد ربيع كان وزير نعم، لكن وعلى وقته كان في اغلبيه في المجلس. انا اقول لك هذا خطا. ليش ما استقال؟ انا ليش اقول ما لك قال يتعارض مع مبادئ ويتعارض مع الله الدستور؟ يرحمه مو موجود الان. الله يرحمه. لا اقصد يعني انتم لذلك كحكومه ليش ما اقول لك يعني ان اتخذتوا اجراء؟ ما كان في نوع من التنسيق في هذا العمل، لان مثل ما تقول صارت قضيه رغبه، وما صار، وكان في ايضا عدم رغبه رد هذا القانون من قبل مرحوم الشيخ جابر في الموضوع، ولذلك مشى القانون واصبح الان يعني الموضوع معقد. انا اعطيتك مثل واحد ترى في امثله كثيره. كل شيء ممنوع في البلد اصبح يعني. الكتب كل شيء ممنوع، كل شيء ممنوع، كل شيء ممنوع، حتى اصبح مواطن الكويتي اللي يريد نوع من الحريه داخل حتى بيته واسرته عليه رقابه في العمل. ولذلك احنا تحدثت انا يا اخي كلنا مسلمين ونعرف ما هي اصول الدين وما هي لكن تدخل الامور بكل قضيه صغيره وكبيره تدخل الدين فيها وتطلب فتوى، وبعض الاخوان وفتاوي تطلع لنا. وتعال عاد الفتاوى يعني تطلع الفتاوي لنا هذه. فتوى شيخ سعود، نرجع للفتوى الشيعيه ولا السنيه ولا الحدثيه ولا السلفيه. الان السلف جميل في الموضوع ان في قضيه القروض السلف في المناطق الخارجيه يعني يحللونها، السلف في المناطق الداخليه يرفضوها. فاحنا اي سلف نتبع او اي هل نتبع الاخوان او نتبع غيره؟ الان شيخ اخطر تيارات او الدينيه في الكويت، اخطر تيارات الدين في الكويت اكثرهم انتشارا واكثرهم قوه، ما هو برايك؟ شوف، اول شيء ماني فاهم انا كيف دخلوا موضوع القروض او شراء المديونيات في الشريعه الاسلاميه. ماني فاهم من اي مدخل دخلوا فيه. انا درست قانون، درست شريعه اسلاميه، ماني فاهم كيف اجى الافتاء هذا. يعني وين عام 92 و93 لما شراء المديونيات صحيح كلفت 6 مليار الديون 5 مليار و900 الصعبه. فلذلك وين الفتاوي ذاك الوقت؟ ما كانت. الان اصبحت فتاوي جديده. هل تغير الدين؟ أحمد باقر الوزير هل تغير الدين؟ ما تغير، هذا ديننا ولا تغير شيء ولا في فتاوي. الان اصبحت هالفتاوي. لذلك يعني انا قلتها واقولها مرارا، يعني جيت انت في قانون الاستقرار المالي وكان يجب مواكبته باي نوع من اعطاء نوع من الحافز للنائب انه يصوت معاه للمواطن بالنسبه للديون. انا ما اقول سقطها حتى ما يصير المواطن عبء على الدوله. شراء مثل ما عملت بشراء المديونيات سابقا ب 92 و 93، عالجها باي شكل او باخر حتى ترضي المواطن الكويتي، وحتى تستطيع النائب المنتخب هذا ان يصوت معك، حتى لا يجد العتب واللوم من ناخبينه وقاعدته الشعبيه. بس هذه معناته شيخ انه خذ هذه اسكت فيها اللقمه هذه وانا باخذ لا شوف انا اعطيك مثل لا اسمح لي. يعني معناته المبدا من اساسه في اشكال. لا ما في اشكال طبعا مكشوف. يعني لما تنظر انت في قضايا الدول الاخرى اللي وضعت قوانين شبيهه فيها، عطت المواطن ايضا حوافز ضمن هذه القوانين، وان كانت ضريبيه وان كانت خاصه في رهن منازلهم، وعطتهم حوافز حتى ان اعضاء مجلس النواب عندهم او الكونغرس الامريكي ايضا مشروع امريكي تقدم خلوهم يصوتون معاه. ليش؟ لان في حوافز للمواطنين ايضا. بس شيخ ليس المؤسسات الماليه فقط. على الشركات الامريكيه هذا المقارنه يعني خلينا نخلص